خد بالك لو التلاجة بتعمل عندك كده تلج على المراية، ده بيبقى غلط على الكباس وما ينفعش تشغلها بالوضع ده. الحل كمل معايا بقية الفيديو وانا هشرح لك ايه هي المشكلة والحل. مساء الخير يا جماعة، اهلا وسهلا بحضراتكم. معانا تلاجة كريازي فيها مشكلة ان هي مربية معانا تلج على المراية بكثافة عالية زي ما انتوا شايفين معايا. بكمية كبيرة. ده بيبقى سبب ان الترموستات بيبقى جاي على درجة عالية اللي هي 5. حتى لو انا جبته على درجة اقل بالوضع ده الترموستات علق، مش هينفع ان احنا نعمل فيه اي حاجة تانية غير ان احنا نجيب ترموستات جديد ونركبه. طب ايه سبب ان هي عاملة معانا كمية فوق ومش مكملة على المراية؟ لان اما الترموستات بيعلق التلاجة بتشتغل فترة اطول، اكتر من 8 ساعات، ومفروض الدايرة بتلف على كابينة الفريزر وبعد كده بتكمل على المراية. بتيجي عند الجزء ده وما بتكملش بسبب ان الزيت بتاع الموتور قل وبقى يلف داخل المواسير بتاعة المكثف. وبالطبيعي ان انت هتلاقي الفريزر عندك فيه تبريد عالي، اما الجزء اللي تحت مفيش خالص. فالافضل ان انت اما يحصل عندك كده الترموستات لازم يتغير وتجيبها على درجة اللي انا هظبطها دلوقتي في الترموستات اللي هيركب الجديد. رقم 2، ده انسب درجة في فترة الصيف. طب لو التلاجة اشتغلت معانا بالوضع ده ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة ان كمية المية دي هتبوظ التلاجة من الداخل بعد سيحان التلج، والكباس هيشتغل فترة طويلة وبعد كده مش هيبقى شغال بالجهد بتاعه. الافضل ان انا اشوف جلدة الباب لو فيها اي مشكلة قطع او باب ما بيقفلش معانا كويس لازم نغير الجلدة. ولو الترموستات فيه مشكلة ولاحظت معاك الموضوع ده اكتب لي في التعليقات. ولو استفدت من الشرح دوس لايك واشترك في القناة لكي يوصلك كل جديد.